16 من نوفمبر من كل عام هو اليوم العالمي لإحياء ذكرى حوادث الطرق تحت شعار السرعة شبح قاتل. في لفتة إنسانية تتوقف فيها المنظمات الحقوقية والدولية والجمعيات الخيرية مع ضحايا حوادث الطرق الذين يقدر عددهم سنويا ب1.5 مليون شخص وأكثر من 50 مليون مصاب. تأتي تلك الذكرى في وقت تتزايد فيه وبشكل ملحوظ حوادث الطرق بمصر ونزيف الأسفلت المستمر يوميا في مناطق عدة، حتى أصبحت مصر مصنفة ضمن أكثر دول العالم في ضحايا حوادث الطرق، حيث يقدر ضحايا حوادث الطرق في مصر ب13,000 قتيل و60,000 مصاب سنويا. ما يزيد من حجم الأزمة أن الحكومة المصرية تنفق ما يقرب من 20 مليار جنيه كل عام جراء تلك الحوادث المتكررة. تحاول الدولة مرارا اتخاذ الإجراءات التي تساعد في الحد من ظاهرة ضحايا الطرق وضمان السلامة المرورية. من أبرز الإجراءات التي سعت الحكومة لتطبيقها في الفترة الأخيرة منع مرور النقل الثقيل في شوارع المدن من 6 صباحا وحتى 11 مساء، بجانب القيام بحملات مرورية للكشف على السائقين لضمان عدم سيرهم تحت تأثير المخدرات، ومحاولة تطبيق قواعد وقانون المرور بشكل حازم. ولكن في المقابل يعد الإهمال والممارسات السلبية من بعض السائقين أحد أهم أسباب مسلسل حوادث الطرق في مصر، ذلك وأن كثيرا من السائقين لا يلتزمون بالسرعة المحددة أو الحملة القانونية لسيارات النقل، والبعض الآخر قد يسير على الطرق دون مراجعة الحالة الفنية لسيارته، فضلا عن عدم الصيانة المستمرة للطرق السريعة التي تربط بين المدن والمحافظات. ذكرى اليوم العالمي لضحايا الطرق ليس للتذكرة فقط بحجم المشكلة، لكنه وقفة سنوية للاعتراف بمعاناة ضحايا حوادث الطرق والعمل على توفير خدمات الدعم والإنقاذ السريع لضحايا الطرق. وهنا السؤال: هل ستنجح إجراءات الدولة في الحد من ظاهرة حوادث الطرق أم سيبقى نزيف الأسفلت مستمراً؟ أرحب بضيوفي الكرام في هذا الجزء من الحلقة في إطار النقاش حول اليوم العالمي لحوادث الطرق. أرحب بالمهندس عادل الكاشف رئيس الجمعية المصرية لسلامة المرور. مهندس عادل، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أرحب بالدكتور رامي الناظر مدير عام الطرق السريعة بهيئة الإسعاف المصرية. دكتور رامي، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وأرحب بالدكتور محمد مشهور طبيب طوارئ بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية. أهلا بك دكتور محمد. أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك. هنعرف من حضراتكم لأن الأرقام متضاربة، وأكيد ما فيش عندكم برضو أرقام وإحصائيات واضحة أو ثابتة، ولكن نعرف الوتيرة اللي بتقوموا بيها، وتيرة الشغل، عدد الطلعات اللي بيقوم بها الإسعاف في إطار إنقاذه للحوادث التي تحدث على الطرق. هل نحن دكتور رامي في ازدياد أم في انحسار؟ لا، احنا في الحقيقة في آخر ال4 سنين اللي فاتوا دولت احنا في ازدياد، والازدياد في آخر حتى سنتين كان أكثر. آخر سنتين كان أكثر. عملكم في إنقاذ الأرواح نتيجة الحوادث أكتر. أكتر 2013 و2014. عدد الحوادث زي ما حضراتكم عارفين بيبقى على الطرق السريعة أكثر منه داخل المدينة، عشان طبعا الطريق السريع وسرعة السيارة بيزداد في الصيف أكثر منه في الشتاء، عشان طبعا الصيف ده فصل أجازات والناس بتسافر فيه كتير. عدد الطرق أصلا في مصر بيزداد سنويا، يعني هيئة الطرق والكباري كل سنة بتزود عدد الطرق، بتقوم بصيانة بعض الطرق الأخرى، فده كله الزيادة نفسها بتبقى أكثر مصاحب ليها برضو زيادة في عدد الحوادث الموجودة. يعني نقدر نقول طلعتوا كام طلعة مثلا في السنة، يعني السنة دي مثلا في 2014 يعني في آخرها 2014 ممكن حضرتك تقول ان احنا طلعنا مثلا فوق ال 15-16,000 طلعة. 16,000 طلعة، يعني حوالي 16,000 حادثة على الأقل. تقريبا. طب الرقم ده انت شايف طبعا ان هو ده رقم كبير طبعا. كبير. احنا بنعد من ال10 دول الأوائل في العالم في حوادث الطرق. مظبوط، للأسف تصنيف عالمي يعني. طيب هنأتي لدور هيئة الإسعاف، ولكن برضو أروح لدكتور محمد مشهور. دكتور محمد، حضرتك طبيب طوارئ، يعني أول حد بيفتح باب الإسعاف عشان يستقبل الحالة بيبقى حضرتك. تمام. كذلك في الطوارئ عليكم ضغط في حوادث الطرق؟ طبعا ضغطه بيختلف باختلاف الوقت، سواء
خلال الاسبوع، يعني ايام الاسبوع بتختلف عن بعضها وفترات اليوم نفسها بتختلف. ايه اكتر يوم في حوادث؟ اكتر يوم فيه حوادث الخميس طبعا، عشان بيبقى بعده اجازه وبيبقى فيه سفر كتير. لا هو لسببين. الخميس معروف طبعا ان بيبقى اخر يوم في ايام الدراسه في الاسبوع، فطلبه المدارس عاده بيزوغوا، فبيخرجوا بيطلعوا على الكورنيش سواء في اسكندريه او في القاهره. فبيبتدي معدل الحوادث صباحا. ده الخاص بصدم سياره لشخص. صدم سياره لشخص. تمام. يوم الخميس اخر النهار بتبتدي بقى حوادث اللي هي بنسميها MCA موتور كار اكسيدنت. دي تفرق عندنا التصادم بقى. ده التصادم، والشخص المصاب بيبقى جوه العربيه. اللي جوه العربيه بيزيد بالليل، لان الناس كلها بتبقى خارجه، او مثلا اللي بيسرق مفتاح عربيه باباه مثلا فبيخرج بيها، وشاب طائش ممكن معاه رخصه او معهوش، بس ايا كان ايفن في الحالتين هو غير مؤهل ان هو يقود سياره ومؤتمن عليها ومؤتمن على ناس في الشارع. مظبوط. فيوم الخميس ده اكتر يوم فيه حوادث. احيانا الجمعه من بعد صلاه الجمعه. ما المفروض الشوارع فاضيه. المفروض بس السرعه بتزيد. السرعه بتزيد لان الشوارع فاضيه، فالسرعه بتزيد فبيبتدي تمام حوادث تانية. وبرضه في ازدياد الحالات اللي بتجيلكم. في ازدياد. في ازدياد وفي حالات بتبقى كل عن مدى بيبقى اسوأ. طيب هعرف من حضرتك التفاصيل، تفاصيل اكيد مهمه عشان نستفيد منها وناخدها دايما في الحسبان بكل تاكيد، ولكن اذهب مره اخرى المهندس عادل الكاشف رئيس الجمعيه المصريه لسلامه المرور. واحنا عندنا سلامه مرور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك يعني هو سؤال طبعا يعني بقى محترم جدا يعني. الله يخليك. هو من المفترض ان انا يكون عندي سلامه مرور. من المفروض. لسبب، لان احنا كجمعيه منشاه من سنه 2000 يعني من حوالي 14 سنه. انا بس بقى ليا تعليق على الدكتور. هو دلوقتي الشاب ما بيسرقش العربيه، ما بيسرقش مفتاح العربيه من باباه. ده باباه دلوقتي بيديله المفتاح انزل يا حبيبي سوق وهو عنده 14 سنه. بيحصل عند حضرتك حق. ده بتوين براكتس كده. حضرتك انا عندي ثقافه كنا نأمل وان شاء الله هنحاول، بس هتحتاج مننا مجهود الحقيقه ان احنا نغير اسلوب السلوك المروري في مصر. نشر الوعي الثقافي المروري ونشر التوعيه المروريه عموما يعني. لا سيما ان احنا لما استرجعنا تاريخ مصر زمان من 60 70 سنه كانت مصر فيها انضباط مروري، كانت مصر فيها نظافه، كان في احترام للاخر، كان في سلوك اخلاقي رفيع المستوى. كان كراسات المدارس على ظهرها تعليم القياده والقياده فن وذوق واخلاق. دلوقتي بقت بلطجه وقله ادب. فنأمل ان شاء الله. بص حضرتك احنا يعني انا من الناس اللي هم لا يصيبهم اليأس، فانا عندي امل لاقصى ما تتخيل يعني. طيب احنا عايزين نشارك النهارده حضرتك في الامل. تمام. ولكن الصوره هنوصف الصوره اللي قدامنا. احنا مش هنقول رقم، ولكن احنا واحده من اعلى دول العالم في الحوادث. عدد مصابينا قتلى ومصابين بالالاف. الصوره ليست بهذا السوء، لكن ده الواقع. لا مش الواقع حضرتك، لان انا النهارده بس انا بستقي معلوماتي من كذا جهه، والحقيقه كل الجهات انا ما عنديش ترابط بين الجهات ولا تعاون بين الجهات جمعها علشان خاطر تصب في مرصد وطني يرصد هذه المعلومات ويحللها. ولكن على المستوى الدولي أليست مصر من أولى 10 دول في حوادث الطرق؟ أولى 10 دول في حوادث الطرق. تعال حضرتك نتكلم. مصر عندها حسب تقرير الأمم المتحدة سنة 2013 مش 13,000 ولا 18,000 قتيل. الجهاز المركزي التعبئة والإحصاء قايل حضرتك 6,900. الإدارة العامة للمرور طلع خبر أعتقد إنه هو خبر كاذب أو يعني مش دقيق يعني مش دقيق، مش عارف بقى 6,000 وحاجة. إنما طبقا لتقرير الأمم المتحدة
انا عندي 10700 ده على اقصى تقدير. انما اللي هو الريبورتد اللي مسجل في مسجل في هيئه الاسعاف ومستشفيات ووكاله حضرتك 9800 مظبوط. 9800 قتيل تقريبا 9800 قتيل. بس تعالى بقى حضرتك نقول ايه؟ انا عندي النهارده مصر عدد سكانها 81. بالقياس لعدد السكان. لان انا النهارده لما اقول اسوأ، طب ما انا عندي الصين عندها 250,000 قتيل. عندي امريكا حضرتك حاجه و30,000 قتيل. بس بتكلم في 40 مليون، عفوا في 400 مليون، 300 مليون 300 مليون تقريبا وشويه. يبقى انا عندي المقياس الصح اللي انا اقدر عشان كلنا ما حدش يختلف عليه. ان انا على طول احنا بقالنا زمن بنسبها لعدد السكان، بنسبها لكل 100,000 من السكان. طيب احنا فين بقى؟ احنا فين؟ كويس. احنا حضرتك في موقف متميز جدا، بس مش حلو قوي. اللي هو ايه بقى؟ انا عندي لكل 100,000 14 قتيل. في كل 100,000 في كل 100,000 14 قتيل. في دول عندي 33 ده زي ده كده الصين بقى بتهيألي. حضرتك ايران 34 34 قتيل في حوادث الطرق لكل 100,000. نيجيريا 33 حضرتك. تمام. حضرتك امريكا برغم الكلام ده كله والوعي حضرتك والانضباط والتكنولوجيا 11 قتيل. احنا قلنا احنا كام معلش؟ 14.1 بالظبط. قرب امريكا يعني. لا يعني مش زي امريكا حضرتك الناس كده هتفهم الموضوع غلط. دي اتفقنا بقى مع حضرتك بقى. يا ريت نطلق العنان للتفاهم. احنا بص حضرتك مش هي ديت البوينت اللي احنا تمام. اللي احنا يعني انا مش عايز اتشعلق في الاحصائيات. ولكن دي مرايه، يعني انا دايما حبيت اسال دكتور رامي ودكتور محمد لان دي الفاكت، دي الحقيقه اللي قدامي اقدر تمام بيها يعني. بس لما يكون عندي حضرتك هيئه محترمه زي هيئه الاسعاف عندها داتابيز تمام، وما بتقدرش هي ما بتقولش ان انا طلعت حادثه وهي ما كنتش طلعت. انما حضرتك النهارده انا عندي حادثه راحت المستشفى نقلها موظف او عربيه ملاكي حد معدي بالظبط ولم يتم تسجيلها له هناك في المستشفى. بالظبط. انا هرجع للدكتور رامي لانه قال حوالي 16,000 طلعه تقريبا للاسعاف. شوف بقى تقريبا هنضيف رقم ممكن يكون اقل طبعا، يعني ده اللي بيتنقل بشكل فردي من بص الناس. حضرتك الرقم اللي بيتنقل بشكل فردي ده مش هيبقى كثير، لان مع وجود هيئه الاسعاف المصريه عدد السيارات الموجوده والمنتشره في جميع انحاء الجمهوريه في وعي دلوقتي للناس كلها عن السياره وعن الطلب. حجم المكالمات عندنا زاد في الفترة الأخيرة أو في آخر 3 سنوات مع بداية الهيئة. بدل ما كان بيبقى فيه 300-400 مكالمة بقى يوصل 2,500 إلى 3 في اليوم، 3000 مكالمة في اليوم. 3000 مكالمة بيبقوا تقريبا على 1000 بلاغ في القاهرة تقريبا. في القاهرة 1000 بلاغ يعني ممكن استعجالات أكتر من واحد بالظبط كده. فبدأ يبقى فيه وعي زيادة. مع وجود الوعي الزيادة دوت لطلب سيارة الإسعاف أتوقع أن البلاغات اللي بتتنقل أو الحوادث اللي بتتنقل باستخدام السيارات العادية الملاكي أو الأجرة أو سيارات شخصية ده برضو قليل، ما هوش بالعدد الكثير يعني. وأتوقع أن في خلال ال4-5 سنين الجاية مع الإعلام الكويس مع التوعية بتاعت الناس المطلوبة أتوقع أن ظاهرة نقل المصاب من على الطريق بالسيارة العادية ده هيتوقف. طيب خليني أتكلم مع حضرتك في جزئية بقى. حضرتك مدير عام إدارة الطرق السريعة بهيئة الإسعاف المصرية. تمام. واحنا بنقول دايما الطرق السريعه وحضرتك برضو ذكرت ده هي السبب الرئيسي في الحوادث او اكثر ساحه الحوادث الرئيسيه. تمام كده. نقدر نقول حضرتك بتغطي قد ايه من شبكه الطرق السريعه؟ وهل وحداتك كافيه للوصول؟ يعني اكيد في من نقطه 1 لنقطه 2 المنطقه دي عشان توصل لاي حادثه ما بين نقطتين اسعاف اقصى مده زمنيه قد ايه؟ بص حضرتك احنا بنغطي تقريبا الطرق السريعه، جميع الطرق السريعه في جمهوريه مصر العربيه. عدد السيارات المنتشره على الطرق السريعه في جميع المحافظات 1114 سياره، بيعمل عليهم تقريبا 4500 مسعف وثائق. المقياس اللي احنا بنستخدمه في الطرق السريعه ان يبقى وجود نقطه اسعاف على كل 25 كيلو، دي في الطرق اللي الكثافه فيها عاليه.
في بعض الطرق اللي الكثافه فيها ما بتبقاش عاليه، وده بنستعين مع الطرق والكباري واحنا بنعمل بنشتغل معاهم يد بيد، ان هو لما بينشئ طريق جديد بينشئ لي عليه نقطه اسعاف. مظبوط. الطرق اللي ما عليهاش استخدام كتير بنخلي المسافه دي توصل لحد ممكن من 30 لحد 50 على حسب بعد ما نمسح الطريق ونشوف الطريق دوت امكانياته قد ايه. والله انا بس هقول لحضرتك حاجه، انا ممكن طريق زي طريق شرم الشيخ انا بحب اسافر عليه جدا، لا انا بغيب اكتر من 30 40 كيلو ما بشوفش اشعاع، ما بشوفش اسعاف. بص حضرتك الطريق، انا معلش جايب برضه الاحصاءات معايا، الطريق بتاع شرم الشيخ انا ممكن ابلغ حضرتك سيئه السمعه للاسف وكثره الحوادث. الطريق بتاع جنوب سيناء دوت عدد النقاط عليه لو قلنا انه هيبتدي من اول عيون موسى لحد طابه تتراوح 30 نقطه، وعدد السيارات في كام كيلو بقى يا فندم؟ 30 نقطه. بص حضرتك 30 نقطه ديت هتبقى في حديد لا ده ثواني بس، ما هو دوت على الطريق السريع وليس داخل البلد. لا انا بتكلم على الطريق السريع نفسه، على الطريق من اول عيون موسى من بعد النفق لغايه ما اوصل طابه او اوصل شرم الشيخ تقريبا ممكن في حدود ال 400 كيلو تقريبا يعني 14 و2 في حدود كده زي ما قلت لك، في حدود 30 نقطه على طول هذا الطريق. وعدد السيارات اللي مغطياهم تقريبا بيعدوا ال 60 سياره. تمام. تمام. على طول هذا الطريق. لما تشوف ان الطرق السريعه الحركه عليها بتاعت السياره بتبقى سهله غير داخل المدينه، يعني السياره تقدر توصل لموقع الحدث في اقل من 8 دقائق، وده اللي بنطمح بيه واللي شغالين عليه طول الوقت غير داخل المدينه. الطريق بيبقى سريع، الاتجاهات فيها اتجاه رايح واتجاه جاي في اغلبها، يعني ان لم يكن اتجاه واحد، فحركه السياره عليه بتبقى اسرع من مزبوط. الطريق العاديه، يعني مده الوصول الى الحادثه بتبقى اقل. تمام. فده الاختلاف غير داخل المدينه. داخل المدينه بيبقى فيه كثافه في السيارات اكثر طبعا لان حركه السياره عليها بتبقى صعبه جدا. طبعا. طيب ايه هي الطرق سيئه السمعه او كثيره الحوادث في مصر؟ بص حضرتك، الطرق سيئه السمعه دي برضو زي ما قلت لك بتختلف من الفصول. يعني احنا عندنا مثلا لو اتكلمنا في القاهره، الطريق سيء السمعه بتاع القاهره عندنا الدايري. ده صيف وشتاء بقى، ده ما فيهوش ده صيف وشتاء لان الضغط عليه كتير جدا والحركه عليه كبيره جدا والنقل عليه كتير. فالدايري ده من الطرق اللي هي بالنسبه لنا فيها كميه حوادث كتير. الطريق بتاع القاهره العين السخنه برضه، وده بيزداد اكثر في فصل الصيف برضه. عندنا تغطيه اسعافيه عليه كويسه. حضرتك ذكرت لي ان انت بتمشي على الطريق ده ما بتشوفش واحده او اتنين بس. بص حضرتك، الطريق بتاع القاهره العين السخنه ده بتغطى من منطقتين، منطقه القاهره ودي حلوان بتغطيها ومحافظه السويس بتغطيها، ده بيغطي 3 نقاط وده بيغطي 3 نقاط، عليه 6 نقاط. النقاط بتاعه الطريق ده موجوده فين حضرتك؟ الطريق بتاع العين السخنه ده فيه دورانات وفي ملفات. مظبوط. في بعض الدورانات في نقاط تحت الدورانات ديت ممكن عشان كده المارد بالسياره واحده مكشوفه جنب بنزينه وطنيه، دي يمكن اللي واضحه اكتر، دي اللي على اليمين، انما في واحده على الشمال وفي بعد كده كله في الدورانات تحت. في الدورانات تحت عشان كده تحت بيتحرك من تحت حضرتك. تمام. طيب يبقى احنا حضرتك ذكرت ان الطريق الدائري من الطرق سيئه السمعه، ثم العين السخنه اكثرهم في الحوادث، ثم في الطريق بتاع الزعفرانه برضو بتاع الغردقه، ده نتيجه لان الطريق دوت المنحنات عليه كثيره جدا. صحيح. خلاص تمام. الناس بتبقى بتسوق عليه بسرعه، فده برضو من الطرق السيئه السمعه. في الطرق اللي هي الرابطه ما بين البحر الاحمر والصعيد، اللي هو الخط الرابط ما بين البحر الاحمر والصعيد، بلرعانه، قنا، سفاجه واسوان. دي طرق برضو بيبقى عليها حركه سياحيه كتيره. الطرق ديت برضو بيبقى عليها بعض من الحوادث، وبتكثر برضو في الفصول بتاعه السياحه اللي بتشتد فيها السياحه، بتكثر برضو الحوادث في هذه الطرق. طيب معظم الطرق اللي حضرتك اتكلمت عليها معظمها طرق جديده، يعني الدائري جديد، طريق عين السخنه طريق جديد، طريق سفاجه طريق جديد، طريق البحر الاحمر بيتطور. تمام. يعني واضح ان الطرق الجديده بدل ما تكون ان هي اكثر امنا ولكن بتبقى اكثر حوادث. هرجع في الجزئيه دي لازم للمهندس عادل، معلش انا اسف، ممكن حضرتك توضح لي ايه السبب؟ يعني بعد ما الطريق بيتحسن الحقيقه حضرتك بدات الحقيقه، يعني انت اتهمت الطرق انها طرق سيئه السمعه. لا انا بتكلم من ناحيه لا انا قصدي مش الطريق اللي هو اسفل. لا انا بس اوضح، يعني مش اصل ممكن تتفهم حاجه ثانيه، سيء السمعه ان هو طريق حاجه فيها بيحصل في حاجه ثانيه. لا انا سيء السمعه من ناحيه كثره الحوادث. يعني ما هو حضرتك يبقى مش هو الطريق سيء السمعه، مش هو الطريق سيء السمعه. هو حضرتك انا النهارده عشان اعمل طريق محترم فري واي مقفول من اليمين والشمال وما فيهوش تقاطعات وفيه بقى انفاق، ده انا بدي المواطن يعني راحه نفسيه ان هو يسوق بس مع حرص. ما هو ده بقى، لكن بينفلت ولا يكون حريص، لان السائق هو اللي سايق السمعه. تمام.
تمام. السائق عندي تمام. هو اللي سايق السمعه. جميل قوي. النهارده كلنا اتشتمنا مش الطريق بس. اتفضل يا فندم. النهارده انا هذا السائق انا عن نفسي قلت في كذا برنامج ان هو مشتبه في حصوله على الرخصه. جميل ده. لان هو لما حصل على الرخصه لم يحصل عليها وهو مستحق لها. طب هل في احصائيات بتدل ان العنصر البشري هو عليه العامل الاكبر في الحوادث؟ يا فندم دوت بنسبة عالميا. ده عالميا دوت عالميا ده لا وبتزيد عندنا في مصر. ليه؟ نتيجه الانفلات الاخلاقي. ايوه. خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول النسبه دي زادت. تمام. هي كانت من 65 ل 70. انا لسه في الصوت هكملها لحضرتك. النهارده من 65 ل 70 بقت النهارده من 75 ل 80. العامل البشري عنصر اساسي فيها. 80% من الحوادث بسبب السواق. طبعا 80% من الحوادث. النهارده انا حضرتك علشان خاطر ادي السواق رخصه. ايوه. واشترط في الرخصه ان هو يكون في عربيته شنطه اسعاف. طب انت النهارده علمت السواق ده الاسعافات الاوليه؟ والله ما حد عارف يشغل الطفايه. الله ينور عليك. طب تعالى حضرتك النهارده لماذا هيئه الاسعاف انا بطالب هيئه الاسعاف بحملها مهام اخرى عبء على الدكتور بقى معلش هو بقى يزعل مني. الاسعافات الاوليه يعني يتواصل مع وزاره الداخليه يعمل دورات تدريبيه للسواقين على الاسعافات الاوليه. طيب. طبعا لما تفوق وزاره التربيه والتعليم وتدخل مناهج لتعليم القياده يعملوا بقى ديمونستريشنز كده اهوت. بالظبط يا فندم. انا عايز احيي على فكره بهيئه اسعاف في حاجه. انا الحقيقه كنت في شارع صلاح سالم كنت في واجب عزا وحصلت حادثه قدام الجامع وجت عربيه الاسعاف. انا شفت طقم مسعفين ما شفتهمش بره في اوروبا. الكل بيشهد الاسعاف المصريه. لا بيتعاملوا حضرتك مع المصاب بحرفيه شديده جدا. برغم ان حضرتك المصاب ودي تحسب للاسعاف ليس ذو حيثيه. راجل بالظبط يا فندم. حضرتك يعني عارف بيتعاملوا معاه خايفين على دراعه خايفين على رجله. هو ده بقى اللي انا عايز اروح بيه بقى للمهندس للدكتور محمد مشهور. دكتور محمد النهارده بيجي لك الاسعاف عشان تبتدي وحضرتك طبيب طوارئ تتلقى هذه الحاله. المفترض ايه اللي بيتم في سياره الاسعاف؟ بتكون مجهزه بايه بتسهل عليك المهمه لما الحاله تدخل عليك في الطوارئ؟ مبدئيا عربيه الاسعاف بتبقى مجهزه الاول. طبعا اهم حاجه فيها هو المسعف نفسه. المسعف عاده بيبقى عنده معرفه ازاي يتعامل مع المصاب، بيجنب المصاب ويجنبني كطبيب ويجنب فريق العمل كله في المستشفى مضاعفات اكتر للمصاب. دي اهم حاجه اللي هي المعرفه او الحرفيه اللي الباشمهندس قال عليها في التعامل مع المصاب نفسه او مع الاصابه نفسها. يعني مثلا كسر في المصاب يشتبه ان هو عنده كسر مثلا في الرقبه. المسعف عارف ازاي هينقله على البورد. وبعدين ازاي هينقله في العربيه. تمام. والسواق عارف ازاي هيمشي، مش هياخد مطب، مش يعني عارف ازاي يمشي بحيث ان الكسر ده ما يتحركش، لان لو اتحرك فيها لا قدر الله الوفاه. طيب خليني اسالك في الجزئيه دي عشان نعرف في الساده المشاهدين. لا قدر الله وهو ماشي شاف حادثه. تمام. وقف بعربيته وبدا ان هو يتعامل مع الكيس او الحاله اللي على الارض دي. قول يا دكتور بنسبه يعني اكتر الاصابات شيوعا بتبقى ايه في حوادث الطرق او في حوادث التصادم، وبالتالي نتعامل معاها ازاي بما انها الاكثر يعني اكثر شيوعا؟ تمام. اكتر في حوادث الطرق حسب المصاب نفسه كان فين ساعه الحادثه. اذا كان جوه العربيه على كرسي السائق مثلا ولا على الكرسي اللي جنبه ولا ورا. بتختلف طبعا. طبعا ناهيك على ان ده بيختلف عن اللي بره العربيه. بالظبط. تمام. خلينا في اللي جوه العربيه. سائق السياره او قائد السياره نفسه معرض ان هو يجيله كسر في الضلوع بسبب الدركسيون. لما عجله القياده بتضغط على صدره. مظبوط. ده ان ما كانش لابس حزام امان، والحزام الامان مهم جدا، مش هزار يعني. مش هزار. بيجنب الشخص مخاطر كتير جدا جدا. أيوة. جدا. أيوة. اولها كسر بسيط في الضلوع
واخطرها كسر في فقرات الظهر، ودي تتبعها ممكن لا قدر الله شلل او وفاه. طيب لو انقذنا واحد كان عمل حادثه ونخرجه من العربيه ولا نسيبه في العربيه؟ لا، هنعرف نخرجه مع المحافظه على وضعيته زي ما هو. يعني هو كان قاعد نخليه هو كان قاعد. هي بس انا هعقب مع الدكتور محمد على القصه ديت، تمام زي ما قال الدكتور محمد مشكورا، وزي ما اثرت حضرتك، هو لما بيحصل فعلا حادثه في السياره احنا اللي بنتمناه من الجمهور ان هو ما يخرجش المصاب لحد ما تيجي سيارات الاسعاف. ما انا كنت عايز اعرف ده بالظبط. بالظبط، لان هو في جاكيت معين خلاص بيلبسه المصاب جوه السياره. الجاكيت ده موجود في سيارات الاسعاف. سيارات الاسعاف كلها مجهزه كرعايات مركزه فيها كل ما يتطلبه الطوارئ والرعايه المركزه لنقل اي مصاب من اي مكان الى ما تتخيل. فيها جهاز تنفس صناعي، فيها جهاز مراقبه العلامات الحيويه، فيها جهاز اكسجين، فيها نيوبلايزر، فيها شفاط، فيها بورده صلبه، فيها بورده منطقه، كل ما تتمناه لاي حد بيمتهن المهنه دي او هيشتغل فيها. فلما بيحصل ان الحادثه زي ما قال الدكتور محمد جوه السياره، لو ما فيش خطوره لاخراج المصاب، يعني السياره ما بتشتعلش او هتنفجر، وده نتيجه لتسرب البنزين، وده بيبقى باين يعني، فالجمهور بيخرجه. انما لو ما حصلش كده يستحسن ان هو يتساب في السياره لحد ما يوصل للمسعف، لان المسعف ساعتها بيدخل الجاكيت فيه كدمات، انما لا قدر لو في حاجات جسيمه بيدخل الجاكيت. الجاكيت ده بيثبت الرقبه بتاعته، وليه تثبيته معينه، لان لو تم سحبه ساعتها بيفقد شلل على طول في ايديه ورجليه، وده اتشاف كذا مره في كذا. لو غلط من لو اتشال غلط لو اتشال غلط من العربيه لو حصل كسر في فقره من فقرات الرقبه. الناس لازم تعي الجزئيه دي كويسه، انها الناس بشهامه بتندفع وبسرعه تخرجوا من العربيه وتنيموا على الارض، لكن ممكن يجي له شلل. الباشمهندس اثار برضه نقطه مهمه في القصه ديت، اللي هو التعاون مع التربيه والتعليم. طبعا واحنا كنا بصدد فعلا تعاون معاهم عشان طباعه مجلدات على كتب المدرسه، صور صغيرة أو بوسترات لسيارات الإسعاف: ابتعد عن الطريق، سيب المسعف يشتغل، ما تقربش الحادثة، لحتى للجيل الجديد لما يطلع. وده في ظهر المجلد أو في ظهر الكتاب. احنا كنا بصدد التعاون معاهم في حاجة زي كده، وإن شاء الله ماشيين فيها إن شاء الله. كويس. فيبدأ الجيل اللي طالع زي ما قال الباشمهندس يبدأ بقى حريص على هذه الجزئية. زي بقى ما الدكتور قال بموضوع حزام الأمان. انا شايف مع حضرتك حاجات توضيحيه. انفوجرافيكس بتاعت الامم المتحده كلها كلها السيت بيلتس حضرتك ممكن نبينها للشاشه، هتبقى واضحه معانا جدا يعني. لا ده في كتير قوي للكاميرا حضرتك. السيت بيلتس حزام الامان بتقلل من خطوره الفيتال انجريز اللي هي الاصابات القاتله. بنسبة لو هو اللي لابس الحزام الناس اللي قدام بس بيلاقي بنسبة 50%. انما من المفترض في بعض الدول المتقدمة حاطين لوز قوانين الحزام الخلفي كمان، الحزام اللي قاعدين ورا لازم يلبسوا الحزام. دي بتقلل ل 75%. فانا يعني الحاجات دي لازم يعني الجهات المعنية لما تيجي تحط تشريعات جديده تاخد بالها لو بالحاجات دي. هو احنا قادرين على الناس او التوعيه لما نقول اللي راكب في الكنبه اللي ورا يلبس حزام. هو بس احب والله يا حضرتك انا النهارده بقول لك انت خايف على نفسك وخايف على اولادك. مظبوط. حر. هيقلل لو ماشي في طريق سريع ومعاه اولاده واسرته راكبين ورا، يخليهم يلبسوا حزام الامان على الكنبه اللي ورا، ده هيقلل الاصابات الخطيره ب 5%. النهارده حضرتك لما يكون يعني 3/4 اولا طبعا ده طبعا حقيقه ان 3/4 القتلى من حوادث المرور، وانا بحط هايلايت على كلمه حوادث المرور لان برضو في غلطه الاعلام بيقع فيها انها بيسموها حوادث الطرق. ما اسمهاش حوادث طرق، اسمها حوادث، اسمها رود ترافيك انجريز، هي اصابات وقتل. حوادث مرور. ايوه. 3/4 من رجاله. 3/4 اللي بيصابوا رجاله. 3/4 القتلى والمصابين بقى رجاله، طبعا يبقى وضع طبيعي. هم الاكثر قياده. لما اجي الاقي الفئه العمريه حضرتك القتلى من 15 سنه ل 29 سنه. الفئه العمريه القتلى. شوف بقى الناس دي اللي انت تمام تعبت فيهم وربيتهم وعلمتهم عشان تعمل بيهم. طب عايزين تاني نقول الفئه من 15 سنه، من 15 ل 29، من 15 سنه ل 29 سنه
هم دول اغلب اغلب ضحايا حوادث المرور. تمام. طيب القتلى مش المصابين كمان. هل ده دكتور محمد مشهور ده بيترجم عند حضرتك في الاستقبال؟ طبعا الفئه العمريه دي واقل منها كمان، يعني من سن كام؟ من سن 13 سنه. ده سايق ولا اتصدم بسياره؟ لا سايق سياره او دراجه ناريه. طيب لا، احنا هنيجي على الدرجه الناريه، بس في قياده السيارات 13 سنه شفناها، وكان في يعني استعجاب او استنكار من يعني ازاي 13 سنه سايق لكن بيسوق. يعني الواقع يعني احنا مش هنتكلم في المفروض، احنا هنتكلم في الواقع الموجود. لا هم بيسوق وما بيقدرش يعني ما بيلتزمش باي نوع من انواع لا قوانين ولا آداب للمرور ولا مسؤوليه من داخله. في حاجه بس مهمه انا عايز اقولها، حزام الامان هو في النوع اللي طبعا الاكثر امانا اللي هو ذو 3 نقاط، اللي هو طبعا بيبقى جزء على الوسط، ايوه، على الحوض، منطقه الحوض، والجزء اللي نازل من الكتف من الكتف الشمال اللي سايق للجنب اليمين. الحزام ذو 3 نقاط ده الاكثر امانا، وده مهم جدا، اللي هو اللي في عربياتنا، اللي هو في عربياتنا. في ناس بقى ده المعترف بيه، في ناس بقى اللي هو ايه بيشتري حزام امان علشان يرخص، عشان يرخص العربيه، اللي هو ذو نقطتين، اللي هو يمين شمال بس ده مشكله، لان هو ممكن يتزحلق تجيله اصابه، يعني اصابه قاتله. تمام جدا. تمام. بعدين في ناس يا استاذ عمرو بيدهنوا القميص عشان يبان في ده النجم هاني رمزي اللي عملها. بص حضرتك، ده برضو حاجه يعني طبعا نتمنى ان احنا نوصل ليها بالنسبه للاطفال. وضعيه الاطفال، الكرسي بتاع الاطفال، كرسي الاطفال عندهم قوانين كده اهوت. نتمنى ان احنا نوصل كده. كرسي الاطفال لو هو حطه وضع عادي يقلل لك من احتمال اصاباته. احنا هنا معظم الامهات بتخلي ظهر كرسي الاطفال في الطابلوه اللي هو العكس، لازم يبقى ده حضرتك ده اللي هو بيقلل نسبه احتماليه اصابته القاتله يعني 70%. ده كده افضل؟ طبعا افضل ان تخلي وش الطفل ليها وظهر الكرسي للطابلوه، ده افضل من ان يكون وشه للطابلوه. تمام. طيب ارجع لدكتور رامي الناظر. هل خلينا يعني انا اقدر جدا الصراحه في الحديث، وان شاء الله حضرتك لا تخلو من هذه الصراحه ومن نقد الذات. ايه اهم السلبيات اللي حضرتك شايف، او بلاش يعني الحاجات الامكانيات المطلوبه واللي غير متوفره حتى الان عشان تقدم خدمه الاسعاف زي اي دوله في العالم؟ بص حضرتك، احنا عندنا بعض الطرق السريعه في جمهوريه مصر العربيه كيفيه الاتصال عليها صعب يعني، وده موجود مظبوط، واحنا بنحاول نتغلب على القصه ديت. بس القصه ان اي حد بيعمل حادثه على الطريق بيستخدم الموبايل، شبكه المحمول، الصحراوي الشرقي او الصحراوي الغربي في طريق الصعيد معلوش شبكه بالظبط كده. فلما بتحصل حادثه على الطريق مين اللي هيبلغ؟ ما فيش حد عارف يبلغ. صحيح. فدي نقطة برضو احنا كهيئة اسعاف عندنا بعض الوسائل المختلفة، يعني بنستخدم اجهزة لاسلكي، بنستخدم اجهزة خاصة بينا، بنعرف نتصل ببعض. طيب ماشي، انا اتصلت بالنقطة بتاعتي، انما في حادثة حصلت على بعد 40 كيلو من النقطة. الحادثة ديت لو ما فيش عربية عدت وشافت الحادثة وبلغت النقطة، ده مش هنعرف نوصل لها. مظبوط. احنا دي مشكله عندنا وموجوده في بعض الطرق، وحتى بعض الطرق اللي التي يتم انشائها حديثا برضه عندنا نفس المشكله فيها، انها ما فيهاش تغطيه شبكه محمول. صحيح. واللي هيبلغ عن الحادثه اللي عمل الحادثه او نيجي منها او عربيه عدت، واللي هيعدي هيتم يمشي لغايه ما يلاقي لحد ما يلاقي نقطه اسعاف يبدا يبلغ نقطه الاسعاف. دي مشكله عندنا، ومشكله انا شايف انها مشكله دوله كبيره. مظبوط. وبيروح فيها ناس طبعا. في ناس ما بنلحقهاش، والاسعاف بيتاخر مع ان المفروض الطريق ده سريع، يعني الاسعاف لو اتحرك عليه في 5 دقايق يوصل للنقطه، معلوش ضغط. مظبوط. فدي مشكله شايفين ان احنا مشكله كبيره بالنسبه لنا، وبنحاول نشوف لها حلول مع شبكات المحمول. طيب خدمه الاسعاف الطائر وصلت لفين دلوقتي؟ بص حضرتك، خدمه الاسعاف الطائر ديت موجوده وشغاله في مصر، وبيتم نقل حالات. مش عايز اقول لك ان كل شهر على الاقل ممكن يبقى في حاله او حالتين بيتنقلوا من الاسعاف الطائر. الاسعاف الطائر ده بيتم التعاون مع القوات الجويه، وبننقل من مطارات مدنيه الى مطارات مدنيه. انما قصه ان الاسعاف ينزل على طريق سريع او زي ما بنشوف في امريكا او الحاجات دي لسه ده لسه احنا شغالين فيها. بنأمل. تمام. انما الاسعاف الطائر بيشتغل من مطار لمطار،
وده موجود، وبننقل حالات يعني لازم كتيره. الاسعاف ينقل اول لاقرب مطار لاقرب مطار لاقرب مطار لكن مش من مكان الحادثه زي ما لا مش من مكان الحادثه، لا احنا بننقل من المطارات شغالين بيها، وبننقل تقريبا لا يقل عن حالتين كل شهر، لا يقل، من مطارات شرم الشيخ والغردقه والاقصر، وبننقل اطفال كثيره من القاهره لمستشفى مجدي يعقوب من خلال اسعاف الطائره. عندنا حضانات برضو بتركب على الطياره وبتسافر. حضانات في الطياره عندنا ده موجود في سيارات الاسعاف، يعني لا قدر الله في رضيع مثلا وحاجه زي، ولا ما اعتقدش؟ لا هي الحضانات بتبقى خدمه من مستشفى لمستشفى، دي خدمه عندنا متخصصه بتتنقل من مستشفى لمستشفى. تمام. طيب دكتور محمد مشهور، النهارده الدوله على رجل في موضوع سواقين النقل فيما يتعلق بالمخدرات. مظبوط. كام في المية بيجي لك ضاربين مخدرات من عاملين حوادث؟ انا بتكلم معاك بقى بالبلد يعني. اتفضل. طبعا ضاربين. في مصطلحات تانية. أيوة. طبعا. هو السواق ما بيبقاش ضارب مخدرات تغيبه عن الوعي ويجي غايب عن الوعي. يعني ان هو مش فاهم ايه اللي بيحصل، لا هو بيجي عارف ان هو عمل حادثه. لكن مثلا مخدر زي الترامادول اللي هو انتشار السرطان بيجي لك كتير جدا حوادث ترامادول، ممكن يوصل بيهم ان هو في نقطه. هو دلوقتي الترامادول ده ديريفاتيف او مشتق من مشتقات او شبيه يعني بالمورفين اللي الجسم نفسه بيعمله. فبالتالي الجسم نفسه وقف المورفين اللي هو بيعمله، لان في انتيك، في دخل من بره. مظبوط. فبالتالي لما بيجي المورفين اصلا وظيفته ان هو بيخفف الجسم، بيخفف عن الجسم الالم. فبيجي لك عامل ازاي بقى؟ بيجي لي حاسس بالام مريعه ممكن توصل بيه ان هو لصدمه عصبيه مش صدمه نفسيه. في فرق. لان فبتعرف في الحالات ان هو متعاطي ترامادول. وحاجه تانية مهمه ان انا لما بديله نالوفين او بديله حاجات معينه علشان اخفف الالم عشان الحقه، تمام، ما بيجيبش معاه نتيجه. طيب ادي برضو جرس تنبيه اخير، وانا اشكر حضراتكم شكرا جزيلا. مهندس عادل الكاشف شكرا جزيلا لحضرتك رئيس الجمعيه المصريه لسلامه المرور، وشكر موصول للدكتور رامي الناظر مدير عام الطرق السريعه بهيئه الاسعاف المصريه. كل الشكر دكتور رامي، والشكر كذلك موصول للدكتور محمد مشهور طبيب طوارئ بمستشفى الاسكندريه الجامعيه. شكرا جزيلا لحضراتكم، وربنا يا رب يسلم حضراتكم جميعا دايما ويبعد عنكم كل سوء. الى اللقاء.